عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. إن شاء الله اليوم رح أقلكم شو عم نفكر وشو قلتولي شو اقترحتوا علي وشو صار في هيك يعني مستجدات إن شاء الله بفيديو اليوم. وكمان رح نعمل هيك ترتيبات وروتيناتنا اليومية، فلا تنسوني من اللايك وخلونا نبلش فورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكن يا صبايا؟ شو الأخبار؟ طمنوني عنكم، إن شاء الله تكونوا كلكم بخير. اليوم بإذن الله تعالى رجعت لكم بهذا الفيديو الجديد. أول شيء حبيت أصبح عليكم بفنجان قهوة غير شكل، والله كتير اشتقت لكم. خلونا نذكر الله ونقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فيا صبايا، بداية الفيديو الماضي شكرا كتير لكم على تعليقاتكم الحلوة وعلى نصايحكم، وقديش هيك أخذتوا من وقتكم وعطيتوني عن جد كتير شغلات وأفكار وطاقة إيجابية، في أشياء عن جد ما كنت بعرفها اتعلمتها منكم بالفيديو الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى. الله يعطيكم ألف عافية. فبس والله يا صبايا، رح ندردش اليوم إن شاء الله بخصوص هذا الموضوع. تعالوا لحتى هيك نسكب القهوة، نحط القهوة على رواق. وأقلكم كمان شو صار معنا، اجتنا ضيفة جديدة يا صبايا. شفنا نحن نازلين من البيت ولا شفنا هالقطقوطة الصغيرة، هلا راح افرجيكم اياها. شفناها تحت السيارات، فمبين شكلها القطة يعني ما هي قطة شارع، ومبينة ضايعة، يا اما ضايعة يا اما يعني حدا مسرحها. المهم يا حرام يعني هيك صارت تلحقنا وكذا، فزعلنا عليها وطلعناها على البيت، طعميناها وشربناها مي، وكأنه في عندها خراج بتمها كمان. رح نشوف شو الله بيسر، رح ناخدها على الدكتور ان شاء الله. طبعا انا حممتها، وصبايا السناب بيعرفوا كل شيء أول بأول، فتابعوني على السناب لحتى تشوفوا تحركاتنا خطوة بخطوة وقصص وسير يعني كتير حصرية. فبس والله يا صبايا، شوفوا لي شكلها شو حلو، بسم الله ما شاء الله. بالنسبة للقطة القديمة اللي عندي عالجناها وسرحناها، وجبنا قط تاني عالجناه وسرحناه بفضل الله سبحانه وتعالى. وإذا بتتابعوني على السناب كنتوا شفتوا. هلا هيك راح أبو جود الله يعطيه ألف عافية، جاب لي كم غرض للبيت، راح رتب الأشياء بالمطبخ وندردش مع بعضنا. مع الموبايل مش هنحفظ فيه، لأن فيلم نجيبه هناك محمد.
وبعد ما طبقت ورتبت هالأغراض جيت لحتى أعمل لبنة. سبحان الله، يعني كل فترة، يعني كل 10 أيام تقريبا بدنا هيك نجيب لنا سطلين لبن لعملنا اللبنة. طبعا السطلين بيعملوا سطل آخر شي، لأنه هيك بتعرفوا انتو يعني بتصفى، فبتروح المي الزايدة بتقل كميتهم، بس كتير طيبة يعني أطيب من الجاهزة. طبعا الجاهزة أوفر بس هي أطيب بكتير. المهم يا صبايا، حطيت معلقة من الملح على سطلين من اللبن. بستغرب في ناس بيسألوني، مع انه كله واضح، يعني واضح بالفيديو. بغطيهم بستريتش، بتركها لتاني يوم، بعدين بشيلها من قلب القماشة، بحطها بعلبة، بحط على وشها زيت زيتون او ما بحط شي. المهم يا بنات، اشتهينا على بيتزا، فقلت رح اساوي بيتزا. طلعت ما عندي غير كاستين هالطحين، فقلت خلص رح اعملها، يعني انه وما في معي وقت والله نروح ونجي وعبالكم يعني. ما في وقت، حتى اذا تطلبي من الماركت بيطول ليجي، حتى اذا تنزلي انتي بتطولي تروحي، هذا موضوع بده فتله. المهم قلت يا بنتي اعملي بهالكميه بس. حطيت شويه زيت، وحطيت معلقه صغيره من الخميره، معلقتين صغار من السكر، وحطيت نص كاسه مي فاتره ونص كاسه مي من الحنفيه الفلتر يعني. وبعدين عجنتهم طلعوا مراق. قلتولي ما عندي طحين، قلت خلاص يعني عادي رح اشتغلهم مثل ما هنن وراح اعملها، ما بصير شي. تركتها تتخمر شويونه. بهالاثناء قلت اعمل هيك كوكتيل نشرب منها السناك لإلي ومنها هيك للكل، يعني موز وحليب، وحطيت لهم شويه عسل. هلا بالنسبه للحليب حطيته بالفريزر، جمدته، بيصير مثل سلاج او الميلك شيك، كتير طيب. وكمان الموز الله يعطيه العافيه ابو الجود قطع لي اياه وحطه بالفريزر. يعني انا لا، ما بحط الموز بالفريزر، بكفي هذا بس ما بيأثر. فوالله يا صبايا حطينا هيك شويه حليب، وراح احط هيك معلقتين صغار من العسل، وبعدين اخلطهم، بيطلعوا تحفه فنيه وسماك وهيك ببوردوا على القلب، كتير كتير لذيذين. ولازم تجربوا الطريقه هاي، يعني جمدوا كل شيء قبل ما تحطوه بالخلاط، بيطلع هيك غير شكل. مالنا بطولة السيرة يا صبايا. اتفاجأت كتير من تعليقات البعض انه عم بيقول لي اطلعي على البرازيل، اطلعي على جورجيا. رفيقتي قالت لي اطلعي على جورجيا، انه فيها جالية عربية وفيها ناس وما فيها عنصرية وكذا. واحدة تانية قالت لي، يعني لا صبية بالتعليقات، قال انه طبعا على سناب، لانه انا عم بسأل العالم على سناب وكذا ومندردش، فقالت لي لا انه جورجيا فيها عنصرية وبلد مو اسلامية، يعني مثل اوروبا. هي اوروبية طبعا، بس بقى اللهم صل على سيدنا محمد انه مو منيحة ومو نصيحة والناس عم تطفش. هو انا استنادا لحكيكم بدي ابحث عن هي المناطق، هل هي مناسبة لإلي ولا لا، هل انا فيني اطلع عليها اصلا، هل فيها فيز ولا واقفة. فهي كلها شغلات انه بدي ابحبش عنها. فمثل ما بقولكم والله كتير صبايا بيقولوا ليش ما بتطلع على اوروبا. حكيت كتير بهذا الموضوع من قبل، انه نحن عنا كان في عنا ملف بالأمم المتحدة من 2015 وما صار فيه أي مستجدات، مع أنه حالة الملف نشط. وتقرير بنتي فيه 97% عجز يمكن، ولا قديش 96% عجز يعني عند بنتي. وكلهم هدول مضافين للملف، والملف واقف. ويعني اسمي عرفتوا، أنا ما كتير من جماعات اللي قاتلة حالي الحمد لله رب العالمين، لأنه ما كتير بحب الصراحة. بس إذا أجيت السفرة أكيد ما رح أقول لا، لأنه القرار مو واقف عندي بس، يعني هو قرار جماعي لعائلة. فبرح أفكر بالأولويات بعلاج بنتي يعني غير شغلات. فإنه أكيد إذا أجت السفرة أبو جود ما حيقول لي إيه عكيفك عرفتوا. فيعني هيك والله يا صبايا، ما بعرف شو بدي أقلكم كمان، ولا شو بدي أعمل، ولا شو بدي أساوي، والله ما بعرف، ضايعة. الله يختار لنا الخير. هلا كتير صبايا كتبوا لي انه عم يقدموا طلب استرحام هي شو اسمها هون بالعاصمة الإدارية الجديدة. ف بحثنا عن الموضوع كمان، انه بدك تروحي وتقدمي عن الموضوع وتشوفي، يعني يا بيجيكي رفض يا بيجيكي قبول. فرح نروح ونجرب، لانه اكيد مو شي سهل او شي بسيط انه تتركي كل شي وتمشي كمان بعد ما انه شبه اسسنا. فبفضل الله سبحانه وتعالى يعني كتير صبايا والله فقالوني ودعموني، وكمان صبايا صاروا يقولوا لي اطلع على الامارات. هلا هي الامارات شوي بعيده، لانه يعني هي يعني بدها اكبر من مدخولي، وعرفتوا يعني فوق طاقتي. فكمان قالوا لي اطلعي على سلطنة عمان. بتوقع دول الخليج نفس الشيء، يعني شلون بدي اقول لكم، يعني فيكم تقولوا غالي علي
فالله العليم يعني، هو ايش الله سبحانه وتعالى بيسر الامر ما بنعرف. فهذا والله قلت لكم عليه. انتوا شو عندكم علم بهدول الاشياء؟ وعم نسأل قرايبيننا هون وهون يعني، وعم نفكر ومنبحبش ومندور ان شاء الله خير. وبالنسبة كمان في صبايا قالوا لي انه روحي على الاردن، كمان الاردن فيها سوريين وكذا. والله يعني انا ما بعرف، ما عندي علم، انا ما عندي حدا بالاردن، يمكن مشان هيك ما يعني ما بعرف مين بدي اسأل، عرفتوا. وكمان في صبايا بيقولوا لي طلع على السعودية فتحوا باب الفيز. طبعا الفيز فيزة العمل، فانه ابو الجود بده يطلع قبلي يظبط شغل ويظبط فيزا، وبعدين يطالعنا انا والبنات. هي احتمال من الاحتمالات. واللهم صل على سيدنا محمد. المهم وين ما كان، وين ما بدنا نروح، وين ما بدنا نجي، لازم ابو الجود يطلع قبلي وانا اللي اطلع بعده. يعني هو بده يلم لي شملي يعني، عرفتوا علي. فهيك بدها تصير القصة. وهي القصة بحد ذاتها صعبة كتير بالنسبة لظروفنا العائلية، بالنسبة لرسيل. أنا ما بحسن يعني أتحرك معه. وبالنسبة لنقلة من بلد لبلد، مو سفرية يعني، هي نقلة من بلد لبلد، فبده يكون في كتير شنط يحميهم يهديهم، موجودين يعني لساتهم بالفيديو الماضي. انه هلا معك تسافري وتدفعي تكاليف وما معك تجيبي 2 تابلت لبناتك، اكيد يعني هي مع هي مي مقارنة. يعني انا ما هيك قلت لكم، انا عم لكم ما في فيزا لحتى ابرك هون. يعني هلا انا جبت لهم تابلت وضليت قاعدة، بعد 3 اشهر حكون مخالفة. يعني انا حكون مخالفة وقاعدة، المهم اشتريت تابلتات لبناتي وريحت راسي. اهم شيء اني ادبر مدرسة للبنات هذا باي طريقة، عرفتوا علي. ومو قصة تابلت، انا قلت لكم انه بدي تابلتات، موبايلي منزوع، في عنا سفرة، في عنا كذا، في عنا مسؤوليات تانية كتير كبيرة انا ما بحكي فيها هون. كلهم عم بيجوا مع بعض، هذا المقصد، عرفتوا. فللأسف ولبالغ الأسف، من الظاهر على اليوتيوب من الأكترية بتفكروا انه قاعدين على بنوك، بس هي حقيقة. فبس والله هيك، والله سبحانه وتعالى ييسر للجميع ويكون بعون الجميع. واوعك تستهزئي بمشكلة حدا، لانه ممكن بيوم من الايام توقعي باكبر منها. مو يمكن انتي بس استهزأتي، استني يعني، عرفتوا، استني رح يجيكي يوم وتقولي يا ريتني ما حكيت هالكلمة. اي استصغار بمشكلة حدا او استهتار، يعني انه او انتي مثلا انه هيك بتسمع تقولي الله يطعمنا مشاكلهم. اوعك يعني تفكري هيك او تحكي هيك، لانه في شغلات ما بتنحكى، وفي قصص بتصير مع البني ادم اصعب من الظاهر. بس اكيد هو ما حيحكي كل التفاصيل، لانه في شغلات ما بتنحكى. فعم نحكي بمواضيع سطحية قدر الامكان، مع اني انا يعني عادي عم بحكي لكم انه وين بدنا نروح، وين بدنا نجي، واذا صار واذا ما صار كله بإيد رب العالمين سبحانه وتعالى. بس حبيت هيك اذكركم انه اي كلمة بتطلع منك رح ترد عليكي، والله العظيم رح ترد عليكي. وصار معي انا من زمان، وحكيت مرة هيك كلمة يعني شبه استهزاء والعياذ بالله، من قديمة هالشغلة، وشفتها سبحان الله والله العظيم يا بنات تفاجأت شلون يعني طبيت على راسي في هالكلمة يعني، واجتني بكل معانيها. اي كلام بيطلع من تمك محسوب عليكي، ورح تشوفيه اذا انت عم تقولي على حدا رح تشوفيه بحالك او بولادك. فانتبهوا، كلامكم كتير 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 يعني بيأثر على حياتكم المستقبلية. فاحكوا بس الشغلات اللي يا اما ادعمي الشخص، يا اما ادعي له، يا اما لا تحكي شيء، لانه مشان ما يجيك يعني هيك عرفتوا طرطوشة. فالله يكون بالعون. وهي خلصت يا صبايا، وكمان نظفت الفرن، شفتوا بخاخ الفرن والله ظريف. هي اول تجربة لإلي، جبته من باندا طلع ماشي حاله، انه تنظيفه ظريف دغري شل الدهون. وبس والله هذا كان كل شيء لليوم. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، حبيتوه، استفدتوا واستمتعتوا. رديت هيك على اجوبتكم، ولسه هيك ان شاء الله عم نسعى بالمواضيع لنشوف شو الله بيسر وشو الله بيختار لنا. هلا الصراحة الفترة الماضية كنت هيك شوية حاسة بانعدام الشغف، حاسة باني ما عم بعرف شو بدي اعمل، ضايعة. لما حطيت فكرة السفرة براسي رجع عندي حماس جديد، طاقة جديدة، ان شاء الله تكون لخير. ويمكن الخير ما يكون لي برا هون، يكون هون، بس يعني في تجديد ان شاء الله خير. ما بعرف، الله سبحانه وتعالى هيك يهيئ لي
الاسباب، وعم بدعي لرب العالمين سبحانه وتعالى انه يختار لي الخير وين من كان شو من كان، وهذا هو اهم شيء. اي والله يا صبايا، وشكرا كتير لكم على تعليقاتكم اللذيذة. وبالنسبة للمحتوى، الصبايا اللي مفكرين اني مغيرة محتواي، صبايا الريلز شي، الشورت شي، والفيديوهات الطويلة مثل ما هي، مستمرين ان شاء الله سوا. بس اللي بيحبني بيحب مصلحتي وبيفرح لي اني انا عم بعمل شي منيح مشاني، فالله يسعدكم يا رب. وبس والله لا تنسوني من تعليقاتكم وافكاركم، وكمان هيك يعني شوفي ما في شي جديد انا ما بعرف فيه كتبوا لي اياه. وكمان بس بالنسبه للصبايا اللي بيقولوا لي سجلي بناتك بمدارس خاصه، صبايا كل كلامي انا على المدارس الخاصه. الله يسعدكم وبس، يلا سلام.